السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم كلكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هنبدأ كده مع بعض فيديو جميل ان شاء الله يعجبكم. اول حاجة بنسمي بسم الله، بنجيب كده بصلتين كبار بنقطعهم، عليهم شوية من الزيت، شوية من الملح، وبدبلهم كده شوية بس كده. بسيبهم كده يتدبلوا. اكون بقى ايه غسلت الطماطم وعملتها في الكبة، قطعتها في الكبة كده، فرمتها في الكبة. بنزل عليها كده على البصل. طبعا انا عملت هنا حوالي بصلتين كبار، حوالي كده تلت كيلو. انا بحب البصل كتير. وعملت هنا حوالي كيلو من الطماطم. بجيب بقى البتنجان والكوسة. انا عندي هنا حوالي دول 3 كيلو، حوالي 3 كيلو البتنجان والكوسة. هنا بقى بقور بقى. اول حاجة كده بشيل الراس بتاعتها، وبالراحة. الكوسة طبعا زي ما احنا عارفين ناشفة، فلازم ايه بالراحة عليها. اعمل كده يعني، اطلع بس في الاول كده وبعدين بقى بالراحة. بعدين كده بجيب بقى الحتة المشرشرة بتاعة المقوار، واعمل بيها الكوسة من بره، علشان ما يعني بعد ما تستوي ما تبقاش سودة كده، بيبقى شكلها احلى. بتنجان برضو نفس الموضوع. وطبعا ما بعملش ما بقورش قوي، انا بخلي فيها كده يعني تخينة حبة، علشان احس بطعم الخضار اللي انا باكله. بس كده. اهم حاجة في التقوير ان انا اكون ايه يعني بالراحة، خصوصا في الكوسة، علشان الكوسة يعني بتتكسر بسرعة وما يعني ملهاش روح يعني. انا هنا هعمل كوسة وهعمل بتنجان. انا عندي ولادي بيحبوا بس ورق العنب، فهعمل لهم برضو شوية ورق عنب كده، بس انا مش هصورهم لان ده يعني ورق عنب عندي في الفريزر، فمش هصوره. انا بس بصور بس الحاجات اللي هي اللي انا عملتها النهارده، اللي هي الطازة ديت. ان شاء الله لما ورق العنب يكون موجود وحلو هنعمل مع بعض فيديو ان شاء الله عنه. ان شاء الله يعجبكم باذن الله. كده بقى انا بقور برضو بالشكل ده. طبعا بقور كل الخضار اللي عندي اهو. كمان اعمل واحدة كده كمان بتنجانة. انا ما بحبش اطري البتنجان، انا بحب اقوره زي ما هو كده وخلاص، يعني بيبقى احسن. بقور بقى كل الكمية ديت، واروح بقى عند الصلصة اللي انا حطاها تتخدع. احط بقى التوابل والحاجات بتاعتي اللي انا احطها. هنا حطيت شوية كده من السكر، وحطيت ملح، حطيت 7 بهارات، وحطيت فلفل، وحطيت كمون. تقدروا تسمعوا عن اي حاجة مش بتحبوها. بس كده بقى. واكون غاسلة طبعا ومقصقصاها. انا بحب البصل كتير، فطبعا ده حسب الرغبة عندكم بقى، يعني اللي بيحب كده يعني يحط. وبحب خضرة قبل الرز على طول، عشان انا بحبها خضرة كده وجميلة وانا بقى. فانا كده عاملة حوالي كام خضرة على كيلو طماطم وعلى البصل يتخدعوا اهو. عملت بقى الرز وصفيته. هنا عملت حوالي كيلو الا ربع من الرز. بحط بقى الرز عليهم كده قلب، بس اسيبهم كده على النار حوالي ايه يعني 5 دقايق كده، بس الرز يتشرب من الخضار ويبقى يعني يبقى مفهوش مية. بحبه كده فيه مية كتير. بس كده. انا عندي ولادي مش بيحبوا الشطة، طبعا بجيب طبق كده هاخد لهم حبة الاول من غير شطة، وبعدين احط شطة بالينا. احنا مش بنحبه مشطشط قوي يعني، في حاجة كده تدي طعم بس يعني حلو، على محشي يعني يبقى لازم فيه شطة. بس كده بقلبهم بقى كده مع بعض. انا كده هطفي خلاص النار، كده بقى جميل معايا، كله اتشرب مع بعضه، اتخدع مع بعضه. بجيب بقى صينية، بكون مقطعة بصلاية وطماطماية واللي هي العروق بتاعت الخضرة اللي هي اللي فوق ديت، وهفردها كده في الصينية من تحت. بس كده.
بجيب بقى ال الرز اللي انا عملته مع الخضار، طبعا بعد ما قورته. انا بعد ما قورته طبعا غسلته كويس جدا وصفيته من المية، وهبدأ اني احشي بقى. بجيب كده يعني يعني احشي كده بالراحة، ما ضغطش كتير، احط حبة صغيرين بحبة صغيرين عشان ينزل تحت، واخبطها كده على ايدي بس علشان الرز ينزل لحد تحت، علشان ايه؟ تكون يعني محشية كويس، مش مضغوطة ومش فاضية. ده اهم حاجة. برضو البتنجان نفس الموضوع، وهعمل ده في الكمية كلها. وانا بعمل بقى كده نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد. عايزه اقول لكم يا جماعه ان انتوا هتاكلوا المره دي يعني لما تعملوا المحشي ده هتاكلوا احلى محشي كلتوه. لان انا الفراخ اللي هحطها معاه اكون نقعاها، هتاخد بقى تتبيله كويسه، بصل وفلفل اسود وطماطم وبهارات فراخ وسبع بهارات. انا بكون نقع الفراخ كده في التتبيله ديت شويه حلوين. وطبعا انا هحط المحشي بقى يتحط في الصينيه وعليه الفرخه او الفراخ اللي انتوا هتعملوها، يعني انا عامله اوراق، يعني اللي انتوا هتعملوها هيكون حلو ان شاء الله. هتاكلوا بقى محشي ملوش حل، طعمه كان عسل عسل والله. ان شاء الله تجربوه يعجبكم جدا. عايزه اقول لكم ان يعني هو يعني مختلف شويه، هو بيبقى مدي طعم حلو وتسكيره جميله. كمان طبعا الخضار كل ما بيكون حلو كل ما الطعم بيكون احلى واحلى. فانا بقى في الوقت اللي انا بعمل فيه ده، يعني قبل ما اخلص كده بشوية لازم اولع الفرن علشان يسخن جدا ويستوي كويس. يعني اهم حاجة الفرن يكون سخن. خلصت بقى الكمية ديت، فجبت بقى الفراخ احطها كده عليها. شايفين شكله عامل ازاي الخضار يا جماعة؟ تحفة، وهتدوقوا طعم تحفة برضو. ان شاء الله يعجبكم. اهو برص بقى الفراخ كده، وطبعا اللي نازل من الفراخ ده لازم احطه عليها مرميهوش. اهو. واجهز بقى كده حبة مية مغليين، وبعدها يعني بس كوباية واحدة بس من المية المغلية. انا اقدر محطش، بس برضو اخاف ان هو ممكن يتلسع ولا حاجة لحد ما الفراخ، طبعا انتوا عارفين ان الفراخ بتنزل المية وحاجات منها، بس برضو علشان تساعد المحشي يستوي كويس. بحط كده مكعب مرق ومعلقة صغيرة من الملح، واحط عليها كوباية بس من المية المغلية، كوباية واحدة. وبعدين انزل بيها على المحشي كده في الصينية. واجيب بقى اكون مجهزة ورقة زبدة وفويل برضو، احط كده ورقة الزبدة على المحشي على طول، واحط بقى عليها الفويل واقفل كويس. طبعا الفرن بيكون سخن جدا. بدخلها بتاخد حوالي ساعة. او يعني انا كده حطاها، يعني حطيت الشبكة والصاج وهو عليها على طول مباشرة يعني ما حطيتش في الرف اللي في الوسط. لو انتوا خايفين ممكن تحطوا في الرف اللي في الوسط شوية، بس في الاول تاخد غلوة تحت. واهي قربت خلاص تستوي. انا عينت الورقة علشان الفراخ تتحمر من فوق. اهي خدت لون جميل، والمحشي كمان استوى خلاص. ما تخافوش ان هو مش هيستوي ولا حاجة، لا بالعكس بيستوي ويبقى طعمه تحفة. هيعجبكم بإذن الله. هرص بقى كده طبق حلو ان شاء الله. اهو جميل، شايفين شكله عامل ازاي؟ وطعمه كان تحفة جدا ومستوي وهايل خالص. ان شاء الله يعجبكم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.